يشهد عشاق كرة القدم اليوم مواجهة بين المنتخب المغربي ونظيره الجزائري في فئة أقل من 18 سنة. تأتي هذه المباراة ضمن إطار المنافسات الودية أو الرسمية، وهي فرصة لقياس جاهزية اللاعبين الشباب وتطوير مهاراتهم في أجواء تنافسية. بدأت المباراة بحماس كبير من الجانبين، حيث يسعى كل منتخب لفرض سيطرته على أرض الملعب وتقديم أداء يبرز تطور كرة القدم في البلدين. المنتخب المغربي يعتمد على أسلوب لعب متوازن بين الدفاع والهجوم، بينما يظهر المنتخب الجزائري بمستوى بدني قوي وتمريرات دقيقة. أهداف المباراة وأبرز اللقطات الدقيقة 15. المنتخب المغربي يقترب من التسجيل بعد تسديدة قوية من اسم اللاعب، لكن الحارس الجزائري يتألق في التصدي لها. الدقيقة 25. المنتخب الجزائري يحرز الهدف الأول عبر هجمة مرتدة سريعة قادها اسم اللاعب وسط فرحة كبيرة من الجماهير. الدقيقة 40. فرصة خطيرة للمنتخب المغربي، حيث سدد اسم اللاعب كرة قوية ارتطمت بالعارضة. الدقيقة 60. تعديل النتيجة من قبل المنتخب المغربي بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء نفذها اسم اللاعب. الدقيقة 75. اشتباك قوي بين اللاعبين أدى إلى توقف المباراة لبضع دقائق. الدقيقة 85. المنتخب الجزائري يحرز الهدف الثاني من كرة رأسية متقنة بعد ركلة ركنية نفذها اسم اللاعب. الدقيقة 90. ضغط مكثف من المنتخب المغربي في محاولة لتعديل النتيجة، لكن الدفاع الجزائري كان صلباً. أهمية المباراة: تعتبر هذه المباراة فرصة لاكتشاف مواهب جديدة يمكنها الانضمام مستقبلاً إلى صفوف المنتخب الأول، كما تبرز روح التنافس بين البلدين وتعزز من قوة الفئات السنية في كرة القدم المغاربية. الجمهور والتفاعل: حظيت المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة، سواء من خلال الحضور في الملعب أو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واشتعلت المنصات الرقمية بالتعليقات والدعم من الجماهير المغربية والجزائرية على حد سواء.